ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ زي ما انتم شايفين معايا ده الزبيب. انا عملته، هي كمية قليلة بس انا بصراحة كنت بجرب، دي اول مرة اجرب ان انا اعمل فيها زبيب. طبعا شفتوا سعره كان غالي ازاي السنة دي، فعشان كده انا قررت ان انا اعمله. عملته الحمد لله ونجح معايا وطلع بالشكل ده زبيب زي ما انتم شايفين، طعمه كمان رائع. وان شاء الله هعمله معاكم واوريكم الطريقه اللي انا عملته بيها. ده العنب بتاعي اللي انا هستعمله، عنب بناتي. العنب البناتي هو بيبقى لونه فاتح طبعا كده وحبايته صغيره. الزبيب علشان يستوي معاكي اسرع ويبقى تمام، بفرطه ونقي العنب اللي حبايته صغيره، يعني هينشف معاكي بسرعه ومش هيغلبك. والعنب ده كمان بيبقى حلو لان قشرته رقيقه مش تخينه، فبيجف معاكي بسرعه وبينشف بسرعه جدا. لكن العنب اللي هو قشرته تخينه هياخد منك وقت زياده. هقول برضو حاجة، انا نضفته شلته من العنقود، برضو بحس ان هو كده هيستوي معايا اسرع. وشلت بحاول برضو ان انا اشيل الجزء ده عشان يعني يدخل الحرارة فيه بسرعة ويجف معايا. هي اول خطوة بس احنا هنعملها ان احنا هننزله في مية بتغلي، بس مش مدة كبيرة. ليه مش مدة كبيرة؟ انا لما احط زي ما يعني شفت في ناس بتعمله، لما احط العنب بتاعي في المية اللي بتغلي حوالي 4 دقايق كتير على العنب، خصوصا العنب اللي زي ده القشرة بتتفتح مني وبتبقى مفتوحة، فانا لما هاجي هجففه كل السوائل اللي جواه هتتجفف، فهيبقى الزبيب بالنسبة لي مجرد قشرة ومفتوحة ومش هيبقى طعمه زبيب. ف يعني يدوب اللي هنزله مش هي يعني من دقيقة لدقيقة ونص. مش هحط اي حاجة في المية. ليه مش هحط حاجة في المية؟ في ناس بتحط معلقة سكر في المية، هي ملهاش لازمة. العنب بيبقى مسكر زيادة ولما بتجففيه السكر بيظهر فيه اكتر، فانتي لما تحطي فيه معلقة السكر اللي بيحطوها مش هينوبك، الا ان وانتي بتجففيه النمل هيجي عليه يعني وهيتعبك. في ناس بتحط له ماده حافظه زي ملح الليمون، ممكن كميتها ما تظبطش معاكم. هو طالما هيتجفف وهنعينه في التلاجة هيبقى تمام ان شاء الله ومش هيجرى له حاجه. طيب هنحطه مع بعض في الميه. العنب بتاعي حطيته في الميه، طبعا الميه بردت وانا كنت طبعا غسلاه، وكويس الميه المغليه كمان بتشيل منه اي حاجه. هسيبه زي ما قلت لكم دقيقه لدقيقه ونص، دقيقتين بالكتير جدا، لكن 4 دقايق بصراحه بيبقى كتير عليه قوي. ان شاء الله الطريقه دي مش هتغلبكم. كل المطلوب مننا بعد ما هطلعه هقول لكم هنعمل ايه. وده معايا العنب بعد ما حطيته، شوفوا الحبايه لونها بيفتح، بس عندي زي ما هي لسه مقفوله، زي ما هي لسه ايه مقفوله. في بعض حبات فتحت مني، اللي هما طلعوا وانا بطلع طلعوا في الاخر. دي كل السائل اللي جواها هيبتدي ان هو ينشف ومش هيتبقى لي غير الجلده بتاعه العنب. انا طلعته في فوطه نظيفه من الميه اللي هو كان فيها، وبعدين لان طبعا بيبقى مبلول زياده، وبعدين جبت صينيه وفرشتها ورق اللي هو ورق المطبخ، او ممكن فوطه برضو عادي نظيفه، وبفرده عليها بحيث ما يبقاش في عنبه فوق التانية. كيلو الزبيب كيلو العنب اقصد بيدينا ربع كيلو من الزبيب، فانتي بتظبطي الكميات زي ما انتي عاوزه. طبعا بيوفر لك كتير، العنب دلوقتي في الموسم بتاعه ورخيص جدا، يعني السنه دي هو فعلا رخيص. تمام. دلوقتي انا هعمل ايه في الزبيب بعد المرحله دي؟ الزبيب الصبح هحطه في الشمس في مكان يكون فيه عندي شمس، ويا ريت لو في اي شاشه او اي حاجه تكون مخرمه
تمنع لي التراب والحشرات، نحطها فوقه بس يكون برضو يوصل له الشمس كويس. طيب لما الشمس تروح فورا اشيله من البلكونه او من الشباك اللي انا حطاه فيه، واحطه في المكان اللي احنا دايما بندور فيه المروحه. اكيد يعني كلنا دلوقتي بندور مروحه في البيت علشان الحر. المكان اللي انا دايما ببقى مشغله فيه مروحه. المهم ان هو ما نسيبوش يبات في البلكونه او في الشباك علشان الندى والرطوبه. دي اول حاجه. طيب تاني حاجه المفروض ان انا اعملها هي ايه؟ بقلبه كل فتره، وكل يوم وانا باجي احطه في الشمس. هياخد مني وقت، يعني هو اخد مني بصراحه 7-8 ايام. طب لو انا مستعجله وخايفه عشان البلكونه عندي فيها تراب وحشرات كتير، ممكن اجففه في الفرن، بس ده بيبقى صعب شويه. ليه؟ لان صعب نظبط درجه الحراره اللي المفروض نجففه عليها، لانها بتتراوح من 50 درجه ل80 درجه، ما تعلاش عن كده. وبيقعد في الفرن حوالي من 9 ل 12 ساعه مع التقليب طبعا المستمر. لو انا حطيته على نار عاليه ما بيبقاش كويس. طيب انا ممكن اعمل الاتنين مع بعض ازاي؟ يعني انا هحطه في الشمس، ولو انا مثلا في وقت عندي كنت مولعه الفرن وطبخت حاجه في الفرن، بعد ما اطفي الفرن اجيبه واحطه في صاجه واحطه في الفرن في الدفا اللي في الفرن. ممكن ده في الفتره بتاعت بالليل لو بنعمل حاجه في العشاء، ده هيبقى كويس وهيسرع لنا من المده. ده يا جماعه تالت يوم ليه. بيبقى في المرحلة دي كده بالظبط، في 3 يوم بالظبط. طبعا لسه قدامه بدري، هي محتاجة شوية صبر. بعد ما الزبيب بتاعي استوى بقى شكله عامل كده، مع هي الحبة بتغمق مني، هما ما بيغمقش منهم اللي هو مصانع الزبيب. ليه؟ لانهم في مواد بيحطوها، مواد حافظة، وفي زيت البرافين. طبعا مش كل الناس تقدر تتحصل على زيت البرافين، فانا اديتكم الطريقة اللي هو هيغمق سنه، فانتوا اختاروا العنب اللي لونه فاتح. كانت وصفتنا لعمل الزبيب، جربناها قبل ما نعملها لكم علشان يكون في مصداقية تامة. يا ريت لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.